ايوه انا معايا. ايوه انا نرمين. ازيك يا ميمو عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا الاء عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي تمام. ازيك يا نرمين؟ ازيك يا مصطفى عامل ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. منورنا الكرة النسائية اللي زادت قوي يعني. كله عمال يتصل يا ميمو، كله بنات كده يعني. طيب حلو في بنات زملكاويه كتير يعني. والله بنات كتير عمالين يتصلوا كده ويشجعوني. شرفتنا ورافعين راسنا والله. ربنا يخليك يا مصطفى. ايه رايك في الموضوع هنتكلم بقى نرمين النهارده عن ايه رايك في الثمان جولات اللي فاتوا عن الزمالك؟ والله يا مصطفى انا عايزه اقول لك ان انا ما شفتش غير ماتش ابني بس. ده الماتش اللي انا شفته للزمالك، غير كده ده مش الزمالك اللي بيلعب. اصل احنا معاكي والله في كده. لان بجد الماتشات دي صعبه قوي، حتى اللي بنكسب فيها بس مش اداء خالص. بالظبط يا نرمين، والله انا معاكي صح في النقطه دي. يعني فاهمه الناس اللي تمام. ايه اللي مش عاجبك يا نرمين؟ لا الاداء وحش، ما تحسش ان في فريق بيلعب. طب انت شايفه ان ده تقصير من الجهاز الفني ولا من اللعيبه؟ والله الجهاز الفني اتغير كذا مرة، واللعيبة ما هتغير، بس مش عارفة والله يعني العيب فين. طب هنا ريميتي يعني كان موجود دي كاستيل ولعبنا ماتش وبعد كده لعبنا ماتشين مش قوي. جينا لمشيل لعبنا خدنا 3 نقط وبعد كده ما شفناش. ايه المشكلة فين؟ طب العيب في مين؟ العيب فين؟ انا بسألك. العيب في الجمهور. اقول لك العيب في مين يا نرمين؟ انا قلت برضه ان هو لا تمام، اقول لك ثانية اقول لك العيب في مين وما تزعليش. العيب في صبري رحيل. دي نرمين يا جماعة. وصلنا جدا مرة نرمين. نرمين عاصفة صبري رحيل، يعني انا بقولها بس كده عشان نرمين مش عشان صبري. العيب فيه يعني. انا عايزة اقول له بس مبروك الاول. من جوه قلبك. تحت الدرس دي تحت الدرس. لا والله بقولها وانا بضحك اهو. ايوه طبعا نسينا احنا نبارك له اصلا، كويس ان انت فكرتينا. مبروك طبعا لصبري رحيل، خطب واحده من القاهره بنت رجل اعمال، طبعا انا مش فاكره اسمه يعني، بس هي خطب واحده بنت رجل اعمال. طبعا نرمين اكيد عارفه اسمه. خلاص بقى. طب نرمين لو جينا اتكلمنا بقى عن منتخب مصر، ايه رايك في الاختيارات؟ والله الاختيارات انا مش عارفه برضه، مش قد كده، بس عندي احساس ان احنا ان شاء الله هنكسب. ايه اللعيب اللي انت حاسه ان هو مش انت لغايه مش مقتنعه ان هو انضم؟ انا مش عارفه عماد متعب يعني اتاخد ليه. الفكره دي خطوره كده، عماد بيختفي كده بس تلاقيه مره واحده بيظهر، يعني هو حتى ان هو رجع بيتهيألي ان هو رجع كويس، يعني هو لسه طبعا ما رفعش مستواه بالتاكيد، بس برضه ولا مش انت لدرجه ان هو ياخده. بس انا عايز اقول لك على حاجه يا نرمين، يعني شهاده للحق، واحد من فات لما بيخش معسكرات 13 14 يوم بيرجع فيهم في ثانيه. دي قدرات لعيب يعني. يا رب ان شاء الله، المهم بس ان احنا نكسب، ده اهم حاجه. ربنا يوفقهم. تتوقعي ان هم يكسبوا؟ يعني انت شايفه ان انت ممكن ما نوصلش مباراه فاصله وهنخلص هنا يعني؟ والله احنا يعني لو تشوفي مصر ساعات بتلعب ماتشات بجد عالميه يعني، ونكسب بسكور يعني. ربنا يكرمنا. توقعاتك ايه الماتش الجزائري؟ لا هنكسب ان شاء الله، باذن الله هنكسب. كام؟ متفائل انت يا متفائل، عشان صبري رحيل مش موجود فهنكسب. لو عارفه لو صبري كان في المنتخب كان زمان بقى كنت ممكن اقول لك نكسب. قلت كام يا نرمين؟ نعم؟ قلت كام؟ قولي نتيجه. اقول نتيجه؟ ان شاء الله 3 أو 4 كمان. السلام عليكم. السلام. طب يا رب. 3 عشان صبري رحيل بيلبس 3 على فكره. عارفه لو مصر كسبت 4 يا نرمين؟ خليها 4. خليها 4. عارفه لو مصر كسبت 4 يا نرمين؟ هتعمل ايه؟ هخليه فركش خطوط. خلاص ماشي. هتسأل لنا الصبح. بجد بشكرك يا نرمين. بشكرك يا نرمين على اتصالك جدا. ربنا يخليك يا مصطفى، مبروك على البرنامج، بجد البرنامج حلو جدا، بجد مستنى كل حلقه. عايزين نقول يا جماعه ان نرمين كانت فكرتها الاتصالات دي، بس علشان انا ما انساش، نرمين هي كانت من اول حد قايل لنا على فكره ان احنا نعمل اتصالات وكده، فطبعا بشكرك انت دايما متواصله معانا ودايما بتتابعينا، فعايزه كل مره تكلمينا عشان مكالمتك كده جميله يعني. ان شاء الله، ربنا يخليك يا حبيبي. نرمين يا رفع راسنا. ربنا يخليك يا مصطفى. ميرسي يا نرمين. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي. باي باي. مجنون الصبر الرحيل.
وهي شخصية جميلة الصراحة يعني. طبعا. ربنا يكرمها ان شاء الله. احنا معانا كمان اتصال تاني يا مصطفى. في حد تاني؟ مين؟ انا لسه هشوف، لسه في حد تاني بيتصل، بس هو كان بيتصل وكان معانا اتصال نرمين، فهنستنى. انا مبسوطه والله جدا باتصالات الناس يعني وارائهم، الناس مختلفه واللي متفق. عاجبني الجو ده قوي. انا الصراحه انا ما كنتش متوقع يعني رد الفعل القوي ده، ان في اتصالات كتير كده. انا برضه توقعت على فكره ان محدش يتصل مثلا، او الناس يعني مش متوقعه ان ممكن حد يكون بيتابعنا بالشكل ده، فانا يعني انا مبسوطه فعلا. يعني مثلا بقول حد زي نرمين كمان بتتابعنا مصطفى، وبتقول دايما افكار، يعني مش هي بتتابع وخلاص، يعني لو مش بتقول لنا حلو ولا وحش، لا دي هي دايما بتحاول انها تتواصل معانا. وناس كتيره والله دايما بيبعتوا لنا افكارهم وبيبعتوا لنا ان احنا محتاجين اي مساعده. انا بجد مبسوطه جدا بكل الناس. وانا طبعا الاقي حتى اللي اتصل واللي ما اتصلش، يعني عايزين هو يكون متواصل معانا على طول، ويشوف ايه الحاجات الغلط وايه الحاجات الصح، ويحاول يجيب لنا افكار جديده ننفذها. يعني نرمين كانت لنا فكره الاتصالات دي ونفذناها على طول في الحلقه اللي بعديها. يا ريت بقى لو حد عنده يعني اي اقتراح ممكن يقوله لنا. اكيد، واحنا اكيد هنكون هنتابعهم على طول. انت متفائل يا مصطفى الماتش مصر؟ متفائل جدا يعني الصراحه. يعني كده يعني عندك امل؟ ان شاء الله 3. يعني انت حاسس كده 3 على طول كده يا مصطفى؟ تدي رقم هيك كويس، داخل انت على تقيل انت. ما ينفعش اقعد كده. يعني وفعلا كده. عايزين برضه نقول ان صحة الكابتن سيد مسعد كويسة يعني، وفي الحالة مستقرة. انت معايا لا تسمع عليه؟ طمنت عليه من اهله؟ او طمنت عليه؟ طمنت عليه واتصلت بيه شخصيا، وعرفت ان هو كويس ومفيش اي حاجة، وخلال اسبوع يرجع بالتدريبات من تاني. هي تمام والله، ربنا يكرمه يا رب ويوفقه ان شاء الله. معنا اتصال عليه. الو. مساء الخير. مساء النور. مين معاك؟ مساء النور. 30 دقيقة زمالك؟ 30 دقيقة زمالك. ممكن نتعرف عليك؟ معاكوا باسم علي من اسكندرية. باسم، اهلا بيك وبكل اهل اسكندرية وكل الزملكاويين اللي عندكم. اهلا بحضرتك يا باسم. احنا في اسكندرية بتمنى زملكاوية قد ايه في الماتشات بتاعتنا طبعا. طبعا ده احنا طبعا صراحة بتشرفونا جامد قوي، يعني بتبقى حاجة حلوة قوي للجمهور دايما، كل ما الفريق يروح هناك بتقفلوا الاستاد دايما. الماكس واسكندرية الاثنين يعني. والله بص، يا ربنا يسعد بقى، يسعدنا كده بالزمالك يعني، مش فاكرة عرفنا ده خالص. انا كان ليا بس تعليقين بس عايز اتكلم فيهم. اتفضل. اول تعليق، انا طبعا ضد فكرة ان هاني مش هيمشي. تمام. يعني احنا برضو مش كل اي هف واي كبوة ماشي مدير فني ما بقتش منطقية. يعني احنا مشينا مثلا في الفترة الأخيرة كتير جدا، وجبنا مديرين فنيين كتير جدا. ما اعتقدش ان ما فيهمش واحد كفاءة يعني. اكيد فيهم كفاءات، بس هي المشكلة مثلا ممكن تتلخص في حاجات تانية غير المدير الفني. هو برضه لسه ما خدش فرصته. دي اول نقطة. تاني نقطة كنت عايز اتكلم في حتة ان احنا برضه يا جماعة التيم لسه مش متجانس. لعيبة جديدة والدوري بيقف ماتش ويقف لسه ما تجانسوش مع بعض. بس انا شايف ان النادي دوت لو الفريق ده اخد 3-4 ماتشات ورا بعض دايركت، شكله هيبقى مختلف تماما في الدوري. يعني انت شايف كده ان هو ان لعيب مدرب ولا لعيبة، ان هو يعني بس ناقص التجانس وكده؟ ده في الفترة دي. طب يا باسم اقول لك على حاجة. اتفضل. لو الإدارة مشت هنري ميشيل ترشح مين؟ الإدارة لو مشت هنري ميشيل، يعني أنا شايف في الوقت المناسب دوت بتاع محمود سعد. انت شايف ان محمود سعد يرجع للتدريب الزمالك من جديد؟ لا انا شايف، واما لو معاه احمد رمزي كمان الموضوع هيختلف تماما. طب يا باسم عايز اقول لك على حاجه، ايه رايك في الزمالك خلال ال8 جولات اللي فاتوا دول؟ يعني انا مش شايف مستوى ثابت دي نمرة واحد، او بمعنى صح يعني مش شايف ان هو مثلا بيطلع لماتش للتاني للاحسن. يعني هو ممكن عملنا اول ماتش كان كويس جدا، بعد كده الماتشات التانية مش حاسس ان برضه ده الزمالك، مش ده الفريق اللي احنا مستنيينه بقالنا 4 سنين، مش ده الفريق اللي اتصرف عليه الملايين عشان خاطر نشوف منه النتيجة اللي احنا بنتمناها كلنا. طب الاسباب ايه يا باسم؟ يعني انت شايف ايه المشكلة؟ اللعيبة ولا الادارة ولا الجهاز الفني؟ انا شايف فن في الفترة دي بالذات التجانس. احنا عندنا انت لو بصيت في التيم